للجماهير المصريه. لكن نعود الى وائل جمعه وسامي الطرابلسي للحديث عن هذا الاقصاء. كابتن وائل، اولا هارد لك. وماذا عن اقصاء المنتخب المصري؟ هل كان بالامكان للمنتخب افضل مما كان في هذه البطوله ام ان هذا هو الواقع والمنطق؟ للاسف هارد لك للمنتخب المصري يا احمد. في بدايه البطوله قلت لك احنا عندنا منتخب كويس، عندنا منتخب جيد جدا. اعمار اللعيبه اللي موجوده للبطوله دي تخلينا نكسب البطوله، امكانيات اللعيبه اللي موجوده تخلينا نكسب البطوله. شوف كل المراكز فيها لعيبه جيده. عانينا من سوء التصرف وسوء التعامل من المسؤول عن اللعيبه دي، المدرب يعني طلع أسوأ حاجه عندهم، ما ساعدهمش ان هم يظهروا بشكل كويس. للاسف أسوأ كوره اتقدمت للمنتخب انا شفتها وانا يعني من لعيب ومدير كوره، أسوأ كوره شفتها للمنتخب. وبعدين هتتأهل ازاي وانت 4 تعادلات؟ 4 تعادلات مش عارفين نكسب مباراه. عندك لعيبه ما عرفتش تطلع افضل ما عندها، هي دي النقطه. تغييراته حدث ولا حرج، لاعب بلاعب ما عندوش لمسه ابداعيه في التعامل مع المباريات. فللاسف كان ممكن وبعدين شوف طريقنا اسهل جدا. منافسين هتلاعبهم، هتلاعب الكونغو، والمباراه اللي جايه لو كنت كسبت كنت هتلاعب غينيا بسهوله جدا، تلاقي نفسك في السيمي فاينل. فيعني للاسف زي ما قلت لك كان في الامكان افضل مما كان ده. كان ممكن نكون افضل من كده على مستوى النتيجه وعلى مستوى الاداء، ولكن احنا جبنا مدرب نعلمه يعني ايه افريقيا، جبنا مدرب نقول له الكره الافريقيه بيتم التعامل معاها ازاي. فخساره طبعا.